أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا أسهل طريقة لعمل العيش الشمسي الصعيدي، ودي المقادير. أنا هنا مستخدم حوالي 5 كيلو دقيق، بس الوصفة أنا كاتب فيها كيلو دقيق بس. عندنا الخميرة والسكر، هنقلبهم كويس في الدقيق. هنحط حوالي معلقة خميرة واحدة بس في العجينة مع الدقيق ومعلقة سكر. وعندنا الناحية التانية برا هنحط معلقة سكر مع معلقة خميرة فورية، ونسيبهم لغاية ما تبتدي تخمر تبقى بالشكل ده، وبعدين نحطهم على الدقيق. وبعدين هنقلب كويس مع بعض، وبعدين هنبتدي نقلب كويس، وبعدين هننزل بالمية بتاعتنا. لكل كيلو حوالي كوباية ونص، بس ممكن الدقيق يكون بيحتاج مية اكتر لغاية ما العجينة تلم معانا يعني، عشان كل دقيق بيختلف عن التاني. وبعد كده هنبتدي ننزل العصيدة، والعصيدة هي اللي بتخلي العيش ما يفرولش معانا. وطريقة عملها أسفل الفيديو، هحط لكم الرابط. وده بعد ما تقريبا العجينة خلصت، هندهنها من على الوش بزيت خفيف عشان ما تلزقش لما نحط البلاستيك عليها، وهنغطيها ببلاستيك ونسيبها مش أقل من ساعتين. دلوقتي غطيناها وهندخلها في مكان دافي مدة ساعتين، من ساعتين ل3 ساعات. ودلوقتي العجينة خلاص خمرت معانا، وده تقريبا بيبقى شكلها، وممكن تخمر كمان اكتر من كده. وهنبتدي نشيل البلاستيك اللي عليها، ونبتدي نهبطها، نخرج الهواء منها يعني. وبعدين هناخد تقريبا قد البرتقانة، ناخد عجينة تقريبا منها قد البرتقاناية في الحجم ده تقريبا، وننزلها في الدقيق، يعني نغطي وشها بالدقيق. ونكون عندنا الصينية أو الصاجة اللي هندخلها الفرن، نرشها كويس بالردة، ونبتدي نبططها بالراحة لغاية ما تاخد الشكل اللي احنا عايزينه. عايزينها كبيرة، عايزينها متوسطة، صغيرة، كل واحد ورغبته، بس هو الحجم ده تقريبا بيكون كويس. وده دلوقتي احنا تقريبا خلصنا الكمية اللي احنا عايزينها. ملينا الصاجة، هنسيب العيش يخمر حوالي ساعتين في مكان دافي، من ساعة لساعتين. ممكن الصاجة تتغطى بشاش ويطلع في الشمس عشان مفيش حشرات تقف عليه، ويتساب حوالي برضو من ساعة لساعتين. دلوقتي بعد ما سيبناه يخمر تاني، ده تقريبا الحجم بتاعه بيتنفخ، بيتضاعف حجمه تاني، بيتساب حوالي ساعة أو ساعتين بالكتير. ده تقريبا بيبقى الشكل بتاعه، بيبقى اتنفخ كده وكبر، بيتضاعف حوالي مرتين. عشان العيش ما يكورش معانا في الفرن ويبقى عامل زي الكايزر، هنجيب إبرة ونبتدي نعمل دايرة دايرة بالخرام بتاعت الإبرة عليه، زي ما انتوا شايفين كده. من تحت نعمل دايرة بالإبرة عشان العيش ما تيجي ندخله في الفرن ما يكورش زي عيش الكايزر. وهندخله على الفرن على درجة حرارة 200 أو 180 بس لمدة نص ساعة. وده في النهاية شكل العيش بيكون ناشف من فوق ومن تحت، ومن جوه طري جدا زي السفنج. ويا رب يكون عجبكم، ومزيد من الفيديوهات على مطبخ السعادة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك واشتراك في القناة، وبمزيد من الأكلات الجميلة والشهية على مطبخ السعادة.